في مباراة الافتتاح واجه منتخب الغابون، تمكن من الفوز بأربعة أهداف لهدف واحد. حمزة الساخي سجل جوج أهداف، يونس بالمرزوق ونبيل الجعدي، فيما جاي إليكانا سجل هدف واحد من نقطة الجزاء. اعتقد انه نتمنوا من المنتخب الوطني المغربي يصحح بعض الاخطاء، خصوصا نتمنوا من هذه المواجهه كذلك تعطي انسجام، لانه يمكن الفرص اللي ضاعت من المنتخب المغربي هي راجعه، لانه ما كاينش هناك انسجام كبير من بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني. اكيد ان اللاعبين ديال المنتخب الوطني يمكن اول مباراه هذه اللي كيلعبوها، كتنقصهم التجربه وكتنقصهم المباريات في رجليهم اللاعبين، لان مباراه واحده يمكن اللي يلعبوا دابا حاليا، بحكم ان هاد اللاعبين 16 لاعب اللي تم الاقحام ديالهم مؤخرا، هذه مده ديال شهر، ما لعبوا حتى شي مباراه وديه. نتمنوا انه يتفادوا هذه الامور في المباراه الثانيه، بالاخص غادي تكون مباراه قويه مع تونس، وهي المباراه اللي غادي تعطيك يمكن النسبه كبيره للمرور الدور الثاني ان شاء الله. نعم، كما ذكرنا المباراه المقبله ديال المنتخب الوطني المغربي غادي يتجمعوا مع المنتخب البوتسواني، فيما المباراه الثالثه غنترقبوا الديربي المغربي بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التونسي. نتمنوا بان المنتخب الوطني المغربي كما ذكرت انه يحقق انتصار في الجوله الثالثه.